كنتمنى تكون في احسن سلام نوستيك. وعليكم السلام. ما بقيتش نحمل نوستيك، سميت نوستيك خصني نبدلها. كنتمنى تكون في احسن حال وانت كتقرا رسالتي. والله ما في احسن حال، في اسوأ حال. في البدايه بغيت نعاود لك قصه الحادي. علاش غتعاود لي ولا علاش تعاود نقي؟ صافي اخا، ملحد هو هذاك بخير. بحال الا لقيتي شي باليزه د الفلوس، تتنوض الصباح تتلقى شي باليزه عامره بالزرقالافات، ما غاديش تبقى تكتب منشور ورا اليوم لقيت حدا الدار باليزه زرقاله، فيجيك مليون واحد يقول لك باليزتي. فبحال هكا ما تقولش لينا انا في الصباح لقيت باليزه الالحاد يجي مليون ملحد يقول لك باليزتي الالحاد. ما صافي، مزيان، انت مزيان. كل واحد يحافظ على باليزته. ونشوف بالزربه شنو باغي يقول. دري هذا قال لك انا ملحد جديد. قال لك هو غيلخص في النقاط التاليه التطور ديالو: من اسلام سطحي، لا صلاة، صيام 30 يوم في السنة فقط وبزز، يعني تيصوم في رمضان بحالو بحال جميع المسلمين الحمد لله. من بعد مشى لعدنان إبراهيم، من بعد مشى الكافر مغربي، من بعد مشى نظرة على الإسلام من خارج الصندوق، الاقتناع بأن جميع الأديان من صنع البشر مع الاعتقاد بوجود سبب للكون. يعني بقى داير مخلي داك التأمين على الحياة، لاسيرونس دو في، ديال انه الا كان شي بوعو تما المهم انا راه غير خرجت من الاسلام حيت الشك. ولكن اخويا بوعو راني زعما كنت نقول راك كاين، زعما بوعو كاين. حاليا في عمري 26 سنه. واحد ركن الكافر، هضرتي على رايك في كيفاش خاص تختار شريك الحياه. اوكي، هذا بعدا موضوع ماشي مادي. شريك الحياه، وشرحتي القصه اللي ملخصه ان ممكن يكون الشريك المناسب كيتوفر على نسبه جذب اقل من الشريك اللي بغيت. صحيح. علاش صحيح؟ حيت انا اللي قلتها. الواحد ما خصوش يقلب على داك اللي تيعجبو، خاص يقلب على داك اللي تيناسبو. هذه قلتها وحديث صحيح. أنا حاليا طايح في نفس المشكل وحاير بين جوج قرارات، لأنني على علاقة مع واحد الفتاة اللي كنعطيها 4/10 كسيدة، كنسبة جمال بالمعيار ديالي، لكن هذه السيدة التعامل ديالها معايا كيغطي على ديك النسبة، أن بيناتنا ارتباط عجيب في الأفكار. واللي زاد هذا الارتباط هو اكتشافي مؤخرا أنها ما واخداش الدين بجدية. واش بغيتي؟ وانها كتحس بواحد الشك تجاه الديانات والاسلام، خصوصا مع العلم انها محجبه. لكن مؤخرا تلاقيت مع واحد الفتاه غير محجبه، عجبتني كمظهر 8.5/10. عرفتي ديك فاصله 5 راه فيها بزاف ديال العمق. كتبت سعود شويه قال بدا يتفكر دوك اللي تيتفرج فيهم بورنو ويقولها 8. ولكن ما بياش، ما كرهتش، 8/5. حتى هي لاحظت انها كتقرب ليا، وفي مده وجيزه اختلقت هي عذر باش ندخل لدارهم ونتعرف على افراد اسرتها. في واحد اللحظه لقيت راسي جالس معاهم في الصالون. ناري شحال خايبه ديك الجلسه في الصالون مع الدار ديال ديك الفتاه. مريح تما وكل شيء تيطلع ويهبط فيك. المهم انا غير تنتصور، ما عمرها وقعت ليا، ولكن غير تنتصور انك تيطلعوا يهبطوا فيك وتيجيبوا الحلوى واتاي وما خاصكش تشرب الكاس كامل. وخاصك تاكل الحلوى ديال الكاوكاو وما تفرتكش. على الاخر عندنا صاحبي في الثقافه ديالنا. وتصور حطوا لك حلوى ديال اللوز ولا هذه وعجباتك، يعني بغيتي جاك الهيمري. ما كل رابعه ديال الحلوى ديال الكاوكاو قول لهم زيدوا شي رابعه اخرى. هذيك الساعه والله ما عمرك ما تشوف شي حلوى اخرى من غير ديك الحلوى اللي كليتي. اوكي. شنو قلنا دابا؟ لقيت راسي جالس معاهم في الصالون كنتامل جمالها ونعومه يديها. ربك انت مريح، الوالد حداك وما حداك وانت تتامل في نعومه يديها بينما هي مشغوله مع الهاتف. ولي با الصراحه حسيتي براحه لا توصف انها شاده التليفون ما مسوقاش لك وانت تتامل في يدي الناعمتين. لكن واحد الراس كان كيقول لي كون كنا مزوجين دابا كون راني كنفكر شنو نقدر نطيب في العشاء، حيت بحال هاد الماركه محال واش كتعرف تسلق حتى بيضه. واش انت باغي تتزوج ولا باغي طيابه؟ والله ما عرفت واش باغي دير علاقه ولا باغي بولفاف ولا شنو باش ما نزيدش نطول عليك.
انا حاير بين هاد جوج فتيات. الاولى انسانه ما كتجذبنيش ويمكن ما يكونش راضي عليا راسي الا درت معها علاقه، والثانيه عكس الاولى. صراحه انا 26 عام وانا صايم وما بغيتش نفطر على جرانه. تنقولوا على بصله، ولكن اوكي جرانه في هذا المنحى نقدروا نقبلوها. وفي نفس الوقت خفت لا نتبع الحنكاليس ديالي وتحرار عليا عيشتي من بعد. هي دائما لا تبعتي الحنكاليس تتحرار عليك، يعني هذه بلا يعني لا غبار عليها. الفتاة الأولى كنعرفها 5 سنوات، والثانية يلا شي شهرين دابا، وخربقاتني بنت الذين من هذا الشيء كامل. بغيت رأيك في هذه الإشكالية، وإلا قدرتي تنصحني بشي قرار واخا ما عطيتكش بزاف ديال التفاصيل وشكرا. وهو القرار راه واضح، غير انت دابا خربقاتك اليد الناعمة وحلوة ديال الكوك. اما هي راه باينه بان هذيك السيده ما تصلحش لك، ديك مولات 8.5 راه ما تصلحش لك، باش نكونوا واضحين. اللي غتصلح لك هي مولات 4/10، هي اللي غتصلح لك لان هي اللي مناسبه لك. هذيك 8.5 مع الوقت غادي تولي تجيك بحال 7، وغايدوز عاوتاني واحد الوقت تبدا تجيك بحال 6، واحد الوقت واحد 20 عام ديال الزواج تولي تبان لك بحال 4. المشكل اللي يكون هو ماشي كومباتيبل ليك، هي ماشي كومباتيبل ليك، هذا هو المشكل. يعني انت عايش مع واحد الفرحه اللي لحظيه ديال اليدين الناعمتين، ولكن غتكرفس من بعد. هذا من جهه. الجهه الثانيه تنغوت حيت قال لك شي وحدين ما تيسمعونيش مزيان اختي ليديا، انا نهضر دابا غير بشويه. الاشكاليه الثانيه هو انت عندك مشكل ديال القص. شتي دابا نبداو فوليوم، زيد في الفوليوم صوت ضعيف. اللي ديال ربا ديما دايره لنا القصبه في الرويضه. المشكل الثاني هو القص. دابا نتايا واحد الانسان باغي تلقى واحد البنت اللي تعوض لك الميمه، يعني الميمه اللي معمرك بالطواجن والكوكوت والسفافات والقص وداك الشيء، باغي تعوضها، ما باغيش باغي وهذا هو المشكل. راه البارتنير راه ماشي تعويض ديال الام، راه واحد الانسان اللي غادي تعيش معاه حياتك، اللي غادي تعيشوا الحياه بجيدها وبسيئها. فانت خاصك هذه المشكله ديال القص تحيدها ما الاول. يعني يعني الا كانت مهمه لك لهذه الدرجه هذه، سير تعلم الطياب، سير تعلم اخو الطياب. لانك راه واخا تعيش مع وحده تتعرف الطيب، نهار غيطلع عليها الدم ولا يكون بيناتكم شي مشكله تقول لك سير تاكل كوميره وسيفيانه. ها انت طلعتي بلا قص. الا كان مهم عندك القص في الحياه، يعني انت وجدت لكي تاكل، born to eat. الا كان فعلا القص هو اللي مخليك عايش ما انتحرتيش، فتعلم اخا الطيب. كلنا تعلمنا نطيبوا، قاعد تقريبا اللي مجوجين بالقوريات كلهم تعلموا يطيبوا. ما لان القوريات تطيب لك الاخر، تطيب لك الوراق في الاول وصافي، من بعد انت تتلونصا في الطياب ديك الساعه. انت تولي تعرف تطيب كل شيء. والله العظيم انا غير البارح طيب الطنجيه مراكشيه واخا في الفران، ولكن المهم طيبناها. فتتولي تتعلم انت تطيب وتصوب ودير كسيكسو ودير هنايا واللعيبات عادي، ماشي مشكل كبير. راه ماكلت يدك حتى هي بنينه. ونسى عليك 8.5، سير خذ 4 تربت يدك. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة تزوج لواش؟ لنسبها ولمالها، وهذه فاظفر بذات الدين تربت يدك. فانت يظفر بذات الكفر تربت يدك، وتظفر بذات ال4 تربت يدك، احسن لك.